مساء الخير عليكم، ان شاء الله راكم بخير وفي صحه جيده. مرحبا بلي زابوني اللي دخلوا جدد للقناه، نقول لهم ان شاء الله القناه راهي تنال اعجابكم ولا الفيديوهات اللي نحطهم راهم ينالوا اعجابكم. بالنسبه لوصفتنا لنهار اليوم هي بطبوط فارسي. انا حندير لكم الوصفه تاع العجينه تاع البطبوط او خبز البطبوط، وفي لافارس راح نعطيكم كالكو زيدي هكا، يعني بعض الافكار تقدروا تدوهم وديروهم. يعني هاد لي فارس بالنسبه لي فارس كيما واش حبيتوا. نروحوا للعجينه تاعنا. بالنسبه للعجينه تاعنا هنا البطبوط تاعنا راح نديرو سميد وفارينه، يعني عندي 300 غرام تاع فارينه تاع سميد، عفوا سميد رطب 300 غرام، ديروا لها 100 غرام تاع فارينه، مغرفة تاع صغيرة تاع الملح، مغرفة تاع السكر، مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، مغرفة كبيرة معمرة ولا 2 ملاعق كبار تاع بودرة الحليب. هذا واش راح نديرو فيه. لما كانت متوفر عندكم بودرة الحليب تقدروا يعني تطموا بالحليب. ودرت تاني 2 ملاعق حتى 3 تاع كبار تاع الزيت. فوالا. وهنا واش راح ندير، راح نعجن لاباط تاعي، يعني راح نعجنها بالماء فوالا بالماء، ونعجنوها مليح باسكو علاش فيها السميد. تحبوا ديروا في البيتخان، واذا ما كانش عندكم البيتخان تعجنوا عادي في الجفنه. انا كي تكون عندي كونتيتي هكا صغيره يعني ما تلحقش البيتخان نديرها بيدي. وشنو عجنوها مليح هاد العجينه اللي فيها السميد باش تجيكم خفيفه وتجي مليحه وتجي فارغه لداخل. يعني كامل الخبز اللي فيه السميد واش نديرو نعجنوه، ما تخافوش ما حش يديكم بزاف الوقت. العجينه كيما راكم تشوفوا هنا تجي تلصق في اليد، تجي خفيفه وتجي تلصق في اليد. واش راح ندير هنا، راح نطمها نديرها في باطه ونخليها تخمر تريح، يعني تشد وقتها في الخميره. كما نقول لكم دائما وكاع في لي فيديو، جامي يعني جامي تزربوا في الخميره تاعكم ولا شغل دائما تعطوا له راحته الخبز باش يجيكم مليح وخفيف. هنا العجينه تاعي انا خليتها خمرت مليح كما راكم تشوفوا في علبه غلقتها. واش راح ندير، كسرت لها الخميره راح نفاصونيها. انا راح ندير بطبوط صغير، يعني دي ميني بطبوط. نتوما تحبوا ديروهم كبار خبز تاع ساندويتش ولا ديروا فيه زعما ديروه ساندويتشات، ديروهم كبار حتى 80 غرام. انا هنا درتهم 40 غرام، كل وحده فيها 40 غرام. نتوما انا درت عيني ميزاني، نتوما حبيتوا استعملوا الميزان استعملوا الميزان. نشكل هادوك الخبيزات تاوعي كامل ولا هادوك الدويرات تاوعي كوريات تاوعي ونخليهم نشكلهم ونلبوليهم ونخليهم يزيدوا يخمروا، يعني يرتاحوا حوالي 20 دقيقة كيما هكا بلا ما نقرصهم. واش ندير بعد ما يخمروا كيما راكم تشوفوا، رايحه نبدا نقرص بالوحده، نعاود نولي للاولى كامل اللي كنت وجدتها، ونروح نرش شويه فارينه. انا دائما نخلط سميد وفارينه في باطه ونبدا نحل بيهم الخبز ديالي. نحلهم رقاق، يعني حوالي رديرهم رقاق ماشي بزاف كيما خبز تاع البان ليباني، مي نديروهم مطلوعات رقاق. البطبوط السر تاعو كامل في الطياب. كيفاش نديرو، نحطوا الخبزات غير نحلوهم نبداو نطيبوهم، يعني وهي بيضه يعني غير نحطوها في المقله نحسوها شغل بدات شويه تتنبل ماشي حمارت، نقلبوها وهي بيضه ونقعدوا غير نقلبوا فيها، ما نخلوهش يطيب على جهه كيما المطلوع من بعد نعاودو نقلبوه على جهه واحده اخرى باش يتنفخ. لا شوفوا هنا كيفاش تنفخ لي. مش كنت ندير يعني وهو ابيض نقلبه غير نحسو بدا يرفد الطياب نبدا نقلب فيه، يعني كل 10 قولوا كل 20 ثانيه ولا نقلبو كيما راكم تشوفوا حتى يتنفخ البطبوط تاعي والخبز تاع البطبوط ويجيني فارغ. انا صراحه ما نحبوش بيض. واش ندير، دائما نحكم الشاليمو تاعي ونبدا نطيب فيه على لي كوتي برك ما نحرقوا واسمو المطلوع. وشوفوا كل ما تشعلوا له بالشاليمو يزيد يتنفخ كتر. تحبوا تخلوه هكاك بيض يعني يجي منفخ، مي انا نحب الخبز يكون طايب، تحبوا ديروه كيما انا ديروه.
فوالا هاوليك البطبوط تاعي انا كملت طيبته. انا واش ندير كل ما ندير هكا ندير كونتيتي، يعني انا ما دوبليتش لا كونتيتي، يعني درت هذيك اللي شفتوني درتها معاكم 400 غرام. خرجت لي هاد لا كونتيتي. انا نص واش درتو في الكونجيلاتور، قلت لا طيح لي خرجه ولا يجوكم ضياف على غفله، ولا تعاودوا تجبدوه وتسخنوه في الميكرووند، ولا تسخنوه هكا تخلوه برا تعاودوا تجوزوا له ابان في الطاجين، راح يجيكم تقولي هداك وين طيبته. انا واش درت فيه لافاس. كل واحد واش كان متوفر عنده في لافاس. تحبوا ديروا له كيما الفيونداشي ولا ديروا له كيما لي زومبورغر تحبوا. انا واش درت، انا نص درت طون الويل، البيض مغلي، شويه تاع الفرماج، ودرت معاهم تانيك واسمو المايس. هادو ما خلطتهم كامل وحشيت بيهم الخبيزات تاوعي. وكاين اللي درت لهم باتي فومي، سالاد، غرويير، يعني نتوما واش كان متوفر عندكم. جربوه ان شاء الله. الى جربتوه يعني هو صح في الخبز، الى جربتوه ما تنساوش تشاركوني في التعليقات بالنتيجه اللي تحصلتوا عليها، وما تنساوش ديروا جيم وديروا ابوني لاشان يوتيوب تاعنا. اتمنى ان شاء الله نشوفكم في فيديو اخر وفي صحه جيده، والسلام.